السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتوا شايفين عاملين عيش كايزر وفين وحلو جدا، موفر جدا، ما فيهوش اي تكلفة اضافية غير شوية دقيق ومية وسكر وخميرة بس. بصوا عامل ازاي، طري قوي قوي، ما فيهوش لبابة كتير من جوه، مش مكتوم، هش. وعملت منه كمان العيش البتشباني الفين الصغير، ينفع جدا للمدرسة ومش مكلف زي ما هنشتري العيش الجاهز. وطبعا ده طازة وعمايل ايدينا. هفتحه لكم كمان من جوه عشان تشوفوه عامل ازاي، هيعجبكم قوي قوي. الموضوع ابسط من البساطه، ما فيهوش اي حاجه غير اني بس اتبع الخطوات صح في التخمير وفي العجن، وهناخد احسن نتيجه ان شاء الله. بصوا كمان الفينو عامل ازاي، حلو قوي قوي. تعالوا بقى نشوف المقادير اللي معانا ايه وعملناه ازاي. معايا هنا نص كيلو دقيق، ومعايا 300 ملي ميه، 10 جرام خميرة، 4 جرام ملح، 50 جرام مش ملي زيت، و50 جرام سكر، والنص كيلو دي اللي قلنا عليه. تمام. المية دافية، هدوب فيها السكر والخميرة والزيت. الزيت هنا انا هحط منه، هسيب زي معلقتين كده او ما يعادل 10 جرام، عشان هحطهم في نص العجين تاني. يعني دول 40 ملي، وفي 10 ملي انا شايلاها هزودها في وسط العجين، هتشوفوا ازاي. ادوب الخميرة والسكر والزيت مع بعض كويس جدا، واسيبهم 5 دقايق على بعض، واجيب العجان اخلط فيه المواد الجافة. لازم السكر يدوب كويس جدا جدا، عشان ما يتبقاش شوية في قاع الكوباية، ما يدوبوش وما ينزلوش وتبقى المقادير ناقصة. تمام. حطيت اهو الدقيق في العجان، وهحط معاه الملح، وهشغل الوش بتاع الخطاف وابدأ الف المكونات الجافة مع بعض لفة على اول سرعة عشان الدقيق ما يتطيرش مننا. وبعدين نبدأ نعلي لما نضيف السوائل. هنا الخميرة بتاعتي جاهزة وشغالة تمام. هبدأ انزل بالراحة. هي المفروض بتاخد من 280 ملي ل 300 ملي مية، حسب نوع الدقيق. تمام. طبعا هجيب دقيق جميع الاغراض، مش هجيب مش مخبوزات بس، ولا بسكوتات بس، جميع الاغراض حلو جدا. انزل المية شوية شوية، خدت مني 300 ملي كلهم. اما اجي اعجن، اول مكونات ما تختلط شوية، اسيبها شوية واطفي دقيقة بس على العجين، وبعدين ارجع اعجن تاني دقيقتين 3، واكرر العملية اكتر من مرة. اللي انا بعمله ده هيخلي عرق العجين تقيل، بيمط بيشد كويس، العجين ينتفخ معايا لفوق وما يفرش في الصينية. هنا معلقة الزيت الكبيرة اللي انا كنت ركناها على جنب، زودتها. قللت السرعة شوية لان العجين هيفرط شوية على ما يشرب الزيت ويرجع يلم تاني. فلو عليت السرعة هلاقي العجين طلع من العجان اصلا، هيطير. فواحدة واحدة كده وطيت السرعة بتاعة العجان على 1، وحطيت الزيت لحد ما اختلط كويس جدا. وبرضو عجنت دقيقة ووقفت دقيقة، الكلام ده لمدة 10 دقايق. بصوا بتمط معايا ازاي، ناعمة وطرية ومش بتقطع، بتلزق على بسيط جدا جدا، لكن وانا ماسكاها حاسة بيها خفيفة، طرية جدا، ناعمة جدا، حلوة جدا. هجيب بقى الكرونة اللي هخمر فيها او البولة، وهحط فيها مسحة زيت في البولة من جوه وعلى وش العجين، عشان لما احط الاسترتش راب عليها من فوق ما يلزقش في العجين واجي اشيله يبوظ الدنيا. بتاخد قد ايه تخمير؟ بتاخد من اول ساعة لساعة الا ربع، حسب حرارة المطبخ وحسب احنا في الصيف ولا في الشتاء. خدت مني ساعة الا ربع، خمرت كويس جدا، وصلت لاخر البولة من فوق زي ما انتوا شايفين. استنى عليها تخمر كويس جدا، وهتخمر اكتر من مرة. بصوا انا بهزها خفيفة قوي، فلافي جدا. ههبط بقى كل التخمير ده، ولازم اهبطه وارجع اخمر تاني عشان العرق يشد معايا اكتر، فيديني نتيجة احسن. كل ما اتبع الخطوات زي ما انا بقول بالظبط، ان شاء الله يطلع زي ما انا عاملاه واحسن كمان شويه. مسحت على الرخامه مسحه زيت، ما بشتغلش بالدقيق خالص، بالزيت. ووزنت على 50 جرام. ممكن تعمليه 60 70، الحجم اللي انت شفتيه في الاول ده 50 جرام. فردت العجين بايدي، وقعدت الفه زي ما انتوا شايفين داير ما يدور، واضغط عليه كويس جدا لحد ما تتكون قدامك الكوره اللي انت شايفاها. هعمل كل العجين على ال50 جرام دول، طلعوا 17 رغيف. لو عايزة توزنيهم يكون احسن عشان يطلع كله حجم واحد في الاخر.
بعد ما اكمل كل العجين زي ما انتوا شايفين والمه على بعض كويس جدا، هغطيه واسيبه، احط كيس وعليه فوطة واسيبه كده لمدة 10 دقايق لربع ساعة كمان، علشان الهواء ما ينشفش وش العجين ويشقق. اما اجي افرده الرغيف يفتح مني في الفرن. تمام، اجي اخر قطعة معايا اهي، حطيت عليهم الفوطة وفوقيها كيس وسبتهم ربع ساعة. هنا كانت بدأت تخمر، انا مش عايزاها تخمر على الاخر، كانت بدأت تخمر. خدت اول واحدة انا قطعتها وجبت طبق الزيت جنبي، همسح ايدي مسحة بسيطة من فوق ومن تحت بالزيت عشان يلمع وعشان ما يكونش قشرة، يبقى الزيت طبقة عازلة. افرده كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وابدأ الم من الطرف لجوه عشان اعمل لب الرغيف من جوه ما يبقاش فاضي ولا هش. بصوا، اجيب كل الاطراف واخش لجوه وافضل اضغط واكور فيها لحد ما اتاكد ان هي قفلت كويس جدا، مش بعد التخمير يفتح مني الرغيف من تحت. كورته اهو زي ما انتوا شايفين، حطيته في الصاج ومسحت عليه مسحه زيت او ما مسحتش مش هتفرق قوي لان انا مسحت على العجين من بره. بقى اهو زي ما انتوا شايفين انا بمسح من فوق ومن تحت، فلو ما حطيتش في الصينيه زيت مش هيحصل اي حاجه ابدا. فردت كويس جدا واجيب الطرف واحط لجوه والف واجيب الطرف واحط لجوه زي ما انتوا شايفين لحد ما اخلص القطعه كلها. ابدا اضغط من النص والف واضغط والف لحد ما تعمل الكوره زي ما انتوا شايفين. اكمل بقيه الكميه كلها على كده واسيب مسافات كافيه في الصاج ما بين حرف الصينيه والعيش وما بين كل رغيف والتاني. بصوا انا مقربه الكاميرا اهو وهوريكم بالراحة جدا انا بعمل ايه. بفتح الرغيف واطلع الهوا منه خالص لحد ما يبقى شبه القرصة قدامي، وابدأ اجيب من الطرف واضغط على جوه داير ما يدور لحد ما اكور الكورة كلها. ده بالنسبة للعيش الكايزر، هوريكم الفينو كمان بنعمله ازاي. خلاص قفلت عليها، كل اللي انا عملته ده المه بايدي واصره زي السرة بتاعت الهدوم اهو. ضغطت عليه كويس جدا واتأكدت انه مقفول كويس جدا جدا. حطيته في الصينية وعملت مسافات هتشوفوها في الاخر عاملة ازاي. خلصت كل الكمية وعملت 3 4 رغيفة اللي هو البيتي بان الصغير. بضغط على الحرف زي ما انتوا شايفين، ابرم برمة واضغط ابرم برمة واضغط الضغطة دي عشان العيش ما يبقاش فيه فراغات من جوه ومش مليان لبابة زي ما انتوا شفتوا في الاول. اقفل العيش قفلة كويسة جدا من تحت واجي احطه على الرغيف ومن على الحرفين ابرم برمة لحد ما يتكون شكل الرغيف زي ما انتوا شايفين، وقفلة العيش من تحت. هعمل واحد كمان، الرخامة طبعا ممسوحة زيت وانا بفرد وايدي فيها زيت. افرد كويس جدا بايدي مش محتاجة نشابة ولا حاجة. اضغط على حرف العجينة عشان ما يخرجش معايا من مكانه وانا ببرم، لفة واضغط لفة واضغط، هفضل اعمل كده لما اقفل خالص. وبعدين اجيب من تحت اضغط عليه من الجناب ومن تحت علشان اتأكد انه قفل كويس جدا، وافرده فردة صغيرة على الرخامة لحد ما ياخد شكل الرغيف الفينو. ده معمول على 50 جرام، ممكن نعمل 80 جرام لو انا عايزة الرغيف طويل. تمام، خلصت كل الكمية. بصوا المسافات عاملة ازاي ما بين حرف الصينية والرغيف وما بين كل رغيف والتاني. اغطيه بفوطة وعليه الكيسة واسيبه من 40 دقيقة لساعة الا ربع كمان. خمر زي ما انتوا شايفين كويس جدا، والفرن من ساعة ما غطيت عليه المرة الاولانية وانا مولعاه على اعلى درجة ممكنة، ولو عندك شواية ولعيها. يقعد له 10 دقايق ربع ساعة والع، لازم يبقى سخن جدا. رشيته بمية وسمسم وحبة البركة، تقدري تحطي اللي انت عايزاه او ما تحطيش حاجة خالص. رشة المية دي مهمة جدا قبل ما يدخل واول ما يطلع. خلاص الفرن سخن جدا جدا، بقاله ربع ساعة شغال على ما خمرته التخميرة الاخرانية. واول ما حطيته في الفرن فضلت الف في الصاج كل دقيقتين 3 عشان ياخد لون موحد. اول ما طلع رشيته ميه وغطيته علشان يطرى، لان اول ما تطلعيه هتحسيه ناشف جدا من بره. رشي رشه ميه كمان وغطيه بفوطه وسيبيه 10 دقايق بس. ما تضغطيش عليه ولا تفتحيه ولا تخزنيه في اكياس الا لما يبرد تماما تماما علشان ما يعجنش ويمسك في بعضه. تمام، وادي النتيجة بعد ما طلع. حلو جدا، خفيف وهش، ينفع للمدرسة، هيوفر معانا كتير كتير. وألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو أنا رندا ودي قناتي، ياريت تحطولي لايك
وان شاء الله ان شاء الله لسه مكملين برضو حاجات المدارس.